انا في رايي ان تريزيجيه يعني وجوده او رجوعه للنادي الاهلي هيأثر اكتر من زيزو اللي هو اتاخد من الزمالك. مش لان تريزيجيه احسن من زيزو، ولكن تريزيجيه عارف الاهلي وعارف لعيبه الاهلي وعارف يعني مستوى الاهلي، فهيندمج وهيظهر بشكل اكتر بكتير من زيزو. زيزو هيحاول بقدر الامكان ان هو يغير الستايل بتاعه عشان ما يبقاش كأنه لسه في الزمالك. يعني هو رغم ان هو خد نفس رقم الفانيلا 25، انما شكله في ماتش امبارح مهزوز او متوتر او مشدود. تحس ان هو مشدود، خايف يعمل اي حاجة من اللي كان بيعملها ايام الزمالك، وبكده هيسقط.